مش من اول كلمه. لا والله مش مصدق، انا حاجه مالهاش علاقه بواحده سميتها مش دخلتني ليه في حياتي. كبير. اسكت يا ابني لا وما لطش لك صح. ايوه انا عايز المعنى ده. افشل تحدي لهجة تشوفوا في حياتكم. مالكش بلبوز. لا انت امسح. كما قلت لك متلطشه معايا، الدنيا متلطشه معايا، ارجو زق معايا اليوم. مش عارفه تتقال في اليوتيوب ولا لا. انت بتجيبي نفس الكلمه وبتقوليها. شبه الكلمه التونسيه عندنا. طلعيش زرابيني. طلعت لي كلمة أنا مش عارف إنها صح ولا غلط، وأنا نفسي والله العظيم ما أعرفها ولا عمري استعملتها في حياتي، ومتهيألي المصريين كلهم ما استعملوهاش برضه، فأنا مش هقولها. معلش عطيلي. عيل صغير. لا خلاص هو سيب الفيديو. لا خلاص. بس نسكر ونقوم ما عادش قاعدة فيه حتى دقيقة. على فكرة انت حد خنيقة قوي. انا بقول ننهي الفيديو دلوقتي، انت خنقتيني اصلا. اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتنا على اليوتيوب وي ار الشريف. اليوم حلقة جديدة معنا كما تحديت شريف المرة اللي فاتت انا في اللهجة التونسية، اليوم شريف باش يتحداني في اللهجة المصرية. هنجح ولا لا؟ لا. مع اني مش عارف التحدي ازاي، انا كل الناس عارفة اللهجة المصرية بالذات أميمة، بس هحاول. انا الحقيقة معناها نعرف اللهجة المصرية أيوة. بالكدا كتونسية سي نورمال، اما زادة تعلمتها من شريف. فما برشا كلمات الناس العادية ما يعرفوش انا نعرفها، دونك ما نعرفوش نتصور نربح. متأكد انها حتربح، لاني والله العظيم قعدت احاول ان انا اطلع في كلمات، اصل في خلي بالك احنا متفقين على حاجة انها تكون كلمات مستعملة، يعني شائعة ما بين الناس، مش هجيب كلمات من القاموس واقول لك دي كلمات تقولي لي معناها ايه. تعذب مسكين باش يلقى الكلمات. واللي ما يعرفوش زاد اللي شريف عنده 23 سنة يعيش في فرنسا، بعيد بعد كلي حتى على الكلمات الجديدة اللي طلعت نتاع الجيل الجديد، دونك هذيك هي المشكلة. دونك فوالا دلوقتي هنبدأ. يس. دحلاب. دحلاب نعرفها اصبر، كيما نقولوا واحد استنى نفكر الكلمة. ايوه غلط. لا والله نعرفها اصبر. جوغ تكتيكي تكتك. فسري اكتر. اوكي تحب نفسر لك بالمصري؟ بالهندي. دحلاب معناه كيما نقولوا نحن يجي باش يحكي لك حاجه دحلبك فيها. لا مش من اول كلمه. لا والله مش مصدق، انا هنجح ولا ايه؟ ليه نعرفها؟ واه نعرفها اصبر. استنى عشان امسك الوقت. على فكره انا ساعدتك المره اللي فاتت. انت لا ما حصلش. باغ اكزومبل يجي انت تحكي معي، تجي تحكي معي في حفاظه، تجي تقولي على حاجه، اما انت بس بتدحلبني في الكلام، صح؟ هو ده اللي انا قلته لك دلوقتي معناه، بس مش هي دي كده. يا ربي الوقت بيروح مني، ما هنقعد الفيديو كله ولا ايه؟ خليني نركز. والله انتي قاعد تشوش لي في افكار. اهو انا اتكلمت، انا ساكت اهو قدام منكم. دحلاب دايما بسمعها بس انت ما بتقولهاش دحلاب. عشان انا انسان مش دحلاب بالظبط. مش بتخمني صح؟ مش صحيحه بس هي قريبه، يعني واحد دحلاب يعني بيقول لك ايه، عارفه اللي هو السهن ده اللي هو بيحاول بينافق بيعمل عشان يوصل. انا قلت لك تكتك من الاول، قلت لك فسري لي، ما قلتلكيش غلط، قلت لك فسري لي، ما وصلت لي الكلام الثاني. لا غلط قاعد ايوه انتهت منها الكلام كله. قاعد يغلط فيا بالعاني. فوالا لا والله ما نحسبهاش دي، حرام عليك. طيب قلت لك انا ملولي تكتك مخو يخدم. هلا تاني كلمة. اوكي كركبة. وات ماشي باي سهل برشا هكا. هتلاقي كلمات سهلة كتير. ما معناتها أيوه. واحد يكركب بالدنيا يعني. لا والنبي وانا اقول لك كركبة تقولي لي كركب. مثلا نعطيها لك في سياق جملة، لوزين كركبوا الدنيا معناتها بلبزوها. خلي بالكم بتخم. فهمت انا كده خلاص. لا شنو؟ لازم تقوليها معناها بالمصري؟ ايوه معناها مو ايه كركبة كركبوا الدنيا، ايه دي؟ كيفاش قولي له انا بالمصري؟ ما عنديش المرادف ليها. بوظوا الدنيا. ماشي. كسبانة ولا خسرانة؟ كسبانة. ودلوقتي الكلمة الثالثة ملطشة. سهلة. ماليش دعوة، ما تقوليش سهلة، قولي لي معناها. اسكت يا ابني لا وما لطش لك. هي لطش بس بقول لك لطش. ملطشة إذا كان ايوه تقول واحد اسكت يا ابني لك يا لطش لك، يعني ملطشة يعني مضروبة. هي دي جزء من معناها بس مش معناها هي، بس بطريقة ثانية. زي ما انت قلتيها دلوقتي لطش لك. لطش لك تسخى ملطوشة شوية. والله لا انا ما كنتش متصور انا مش هتعرف. لا بدات كده احس ان انا ممكن انتصر. فهمتها. اقولها لك
مش عارفه تتقال في اليوتيوب ولا لا. بنت دي سمعتها من 13. ممكن ممسوسه ممسوسه بمعنى على معنى تاني، ممسوسه ملبوسه. 13 عليها كلام، فيها كلام صح؟ ما اقدرش احكم والله، اقول لك على سمعتها حرام. فرضا مش موجوده بالرسمي. لازم تقولي الدنيا ملطشه يعني، فهمتي؟ ملهاش علاقه بواحده سمعتها، مش دخلتني ليه في حياتي. فخاطر كلمه واه هو كل ما اقول لك على حاجه عملت لي قبل الحلقه ولا. خلي بالكم من حاجه، كل ما اقول كلمه تقعد تقول لك سهله انا عارفاها. سهله ملطشه. مكركبه. ايه الدنيا ملطشه معايا يعني، واخداني يمين وشمال، ملطشه معايا بالضبط. هكذا جاوبتك بصحيح. وايه والله كركبه، يقول لي ايه يكركب الدنيا. ملطشه يمين وشمال. انت بتجيبي نفس الكلمه وبتقوليها. انا عايز المعنى. ايوه كيما قلت لك متلطشه معايا، الدنيا متلطشه معايا. ارجوك زق معايا اليوم. صحيحه ولا لا؟ يعني الدنيا مش كويسه معايا. أيوة. الشغل والله الشغل ملطش اليومين دول، ما فيش شغل. ايوه انا عايز المعنى ده. ودلوقتي الكلمه الرابعه مكلكعه. لا هنقعد في كل كلمه تقعد تقول لي كده وفي الاخر بتقول لي الدنيا معايا مكلكعه. على فكره زي ملطش، والله زي ملطش. ماليش دعوه. لا هي مش شرط. هي ممكن الدنيا على خاطر. لا ممكن نجيبها في حاجه ثانيه. انسان مكلكع. انسان مكلكع هكا طبيعته صعيبه. شفتي يعني انسان مش ملطش يعني مضروب. كلكع معناه تحس طبيعته معقده هكايا، وتحسه معناها. اول مره تقول المعنى الديريكت عشان هي ما قالتش سهله من الاول. قلت سهله والله قلت سهله. خلي بالكم انا قعدت ادور على كلمه، طلعت لي كلمه انا مش عارف انها صح ولا غلط، وانا نفسي والله العظيم ما اعرفها ولا عمري استعملتها في حياتي، ومتهيألي المصريين كلهم ما استعملوهاش برضه. فانا مش هقولها. معلش عطيها لي. لا حتى ما عرفتش اللي انا اقراها يعني ايه. والله مشنبز. مش ما فهمتهاش. عمري ما استعملتها ولا عمري سمعت حد استعملها. وين سمعتها الكلمه هي؟ انا حتى ادور في النت فطلعت لي الكلمه دي، ومعناها شاكك فيه برضه. والله كل حاجه شاكك فيها في الكلمه دي اصلا. تعرفي جيني انا تحبي نعرفها؟ لا بس انا حبيت ان انا اقولها لان انا مش عارفها، انا اول مره استضيفها يعني. مش حاططها في الاختبار يعني، هيبقى حرام ان انا احطها في الاختبار. او كاتب اساسا اللي هو في النت يعني معناها ان هو شايف نفسه. حسيتها شامبانزي. مش عارف. مش شامباز. بيتنح. لا انا هو اسيب الفيديو. انا خلاص بس نسكر ونقوم. ما عادش قاعده فيه حتى دقيقه. ده كلام. صحيح صح. سهله ذي. قلت لكم ما اخبيتش عليكم، انا تعبت عشان الاقي الكلمات دي اصلا يعني. الكلمه السادسه فلسع. ايوه. ودلوقتي عايز اقول لكم ما هربت وفلسعت من الفيديو خلاص. باي. ليه عاده قوي لي في المستوى. شنو هذا؟ والله بديت البدايه. ايوه بدايه ما انا والله انا تصورت وانا كمان بدور على الكلمات. انا تصورت من اول كلمه انا هعمل بعد كده انت تحضر المستوى. نحضر. طقطقه. الكلمه السابعه طقطقه. سهله طقطقه. شفت التمكن دي بتنفذها بالفعل كمان. كتر السهوله ده، ليه الاحراج ده يعني. والله انا غلطان. ما كنت قاعد بدور كنت هجيب لها كلمات من النوبه ومن سينا ومن كده. والله كنت اتمنى بس تعب انا نفسي مش عارف معناها بصراحه. كنت حابه ادور على ما بدها تعرفيها ازاي. ما كنتي تعمل غشاش وتشوف وين بعد نحاول نطلع. تحياتي للنوبه، نحب نمشي للنوبه انا. هي نفسها تروح النوبه اسوان والاقصر حقيقي. ان شاء الله. الكلمه اللي مش عارف رقمها دلوقتي الثامنه. خنيقه. على فكره انت حد خنيقه قوي. انا بقول ننهي الفيديو دلوقتي. انت خنقتيني اصلا. والجمهور اتخانق مننا. الكلمه التاسعه صعبه بقى يعني. مكلبز. كلبوز معناها كيس. لا والله حلوه دي. اقول لها كركبت الدنيا كركب الدنيا. مكلبز كلبوز. كلبوز يعني بوتي وهكا عنده. بورتي دي عندكم هناك. بوتي مش بورتي. بورتي تخين شويه يعني. مش حلو واحد يقول على طفل تخين على فكره. تنمر ده. انت متنمر على فكره. دخلها دي وانا قلت صغير ولا كبير. كلبوز ممكن يكون كبير تخين. بس يعني عنده خدود هكا وبلحمته محلاه يعني مكلبز. ودلوقتي الكلمه العشرة. قافش.
حقفش يا بيبي، لا 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 انا اول ما اسيب الفيديو يعني حقفش انا دلوقتي وحقوم اسيب الفيديو. خلاص متعلم تسيبوا احنا اللي حيقفشوا مننا ويقوموا. مش عاجبني المستوى. نحضر الى القاع. الكلمه ال11 نطاط الحيط. سارق. لا. حيوان. لا. الانسان ده عامل زي نطاط الحيط. شقي. قربت كما نقولوا عنده فرط الحركة. لا 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 هو يعني المعنى حرفي والا لا؟ لا مش معنى حرفي. لا. زي ما تقولي يا اخي انت باش تفسر لي تو. مش هي اللي سالت، ما بقولك زي ما تقولي بديكي يعني كنايه يعني فاهم. كنايه يعني مش واحد متربي. زي الاسد. مش متربي. يعني هو اسد. لا مش متربي نطاط الحيط. لا مش شقي بس حرك. يعني بص هو لك على حاجه. هو انه اللي بيقول لك انسان عامل زي نطاط الحيط يعني ما بيهمتش بيتنطط من مكان وبيتدخل في حاجات ملوش فيها كده يعني. كلمه ال12. اوكي. المهم حد جوا مش عشان هي عارفاها قبل كده، عشان انا ذكيه. لا 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 مش عشان كده، عشان انا قبل كده وضحتها لها فرق ما بين الكلمه هنا في تونس والكلمه هنا في مصر. باش نقولها لكم من غير ما تقولها انت برسمك متفرهده. صحيحه. نقرا اللي في مخك وش نورمال. عشان انا قلت لها الفرق. او فات خليني نفسرها انا بيسك انا نورمالمون. ايوه معناها في الفيديو هذا انا نورمالمون نحكي. ان فيت في مصر عندهم كلمه متفرهد، ونحن في تونس عندنا مش كلمه فرهد مفرهد. نحن في تونس نقول واحد متفرهد معناها عامل جو. اوكي. وفي مصر العكس تماما، اللي هي كلمه متفرهد او مفرهد اللي هي مخنوق تعبتيني وبيت بشر على وتعبت العكس جمله العكس كومبليتمون. ولا وذي قبل ديما ان فيت نغلطوا فيهم. نقول مثلا هكا يقول لي هو ليه في ايه نقول له يا سلام متفرد انا مبسوط متفرد ليه انا تماما كويس اكزاكتومون. معناها لي سيتوياسيون مش كيف بعضهم الجمله العكس نتاع بعض. يتزربن يا رب ما تعرف حاجه كده. تشبه الكلمه التونسيه عنا؟ لا. في النطق نحكي لك تشبه الكلمه التونسيه عنا؟ لا عايز اقول لا تشبه الكلمه التونسيه عنا. يا اخي انت بتعرف التونسي اكثر مني. لا زعب. لا. مزروب. لا. خلي بالكم شفتوا تفسريها ازاي؟ اقرب المخ. تنفكر اسكو سمعتها قبل ولا لا؟ يتزربن. استنى تنقول لك يتزربن. تحسوا هذا انسان مش كويس. زربوك. صاش كلمه خايبه. يقول في نابورت كوا. ممكن ما عادش تحرك ساقيك وقترتني. مزروب. مقلتها لك مزروب. شبه المزروب. عنده ما يعمل مهم كده يتزرب. ليه؟ والله جاك النهار وليت تعمل هكا براسك. كمية الفرح اللي عندي انا مش خلي بالكم حقيقة يا جماعة خارج مصر يعرفوا المصري كويس. يشوفوه في الافلام وفي الحاجات فصعب. وخاصة وانت لو بتدوري على كلمات زي ما قلت لك في بداية الفيديو اللي يعني كلمات تكون متداولة الناس فعلا بتستعملها. لكن بقى كلمات من اللي هي الاربعينات دي انا بالرسمي نحب نعمل ونعرفش كنت توافقوني في الفازة هذه والا لا، وكنت حابة نعمل لكم فيديو هكا ولا لا. نجيب له انا كلمات جدد على الاخر. جدد مصرية؟ اي نتاع الجيل الجديد اللي هو ما يعرفوش. لا مش الدرجات دي اللي هي سي اي كمان فما جيل جديد نتاع 18 سنة و20 سنة كل حاجة ترى نتاع الجيل بالرسمي نتاع الجيل الجديد. انا نعمل عليهم ريشيرش خاطر بالرسمي شريف تعرفوا ساعات نجيب له غنية معروفة على الاخر كنا نتفرجوا فيهم في مزيكا ودريم والحاجات هذوك. لا القديم اكيد عارف. اي اوكي مي فما واحدين ما تعرفهمش او فات عليهم الزمن. اوكي هو نجي نقولوا تيف غنية فلان راه هذيك هكا وهكا يقول لي حتى فلان ما نعرفوش على فكرة. من الموجودين جداد اي ما يعرفهمش حقيقي في الموجودين جداد فعلا ما اعرفش. لكن القديمة كيف مع إيهاب توفيق. إيهاب توفيق عمرو دياب محمد محي حكيم من الناس محمد محي يقول محمد محي حكيم وفضل شاكر. فضل شاكر ياك ضغط. طب برضه كان من أيامهم برضه. أي مي أنا مش من عهد المكسوس لأن كمان والله يجي الجديد ما يعرفوا الجملة راهو شريف. تحب نجيب لك اسم فنان تقولي تعرفه ولا لا؟ اتحداكي يعني. تتحداني في وسط التحدي بقى. اوكي هتحداكي. لا مش دلوقتي مش هنعملوها فيديو تاني. اتحداكي
هنعملها فيديو تاني مش لدرجه اكيد برضه هفشل في واحد ولا اتنين ده اكيد، بي لكن مش والله كله لا. والله نعملك فيديو ملا نعملك فيديو هكايا نجيب لك فيه اسامي ونجيب لك غنيات وانت تطلعهم صحاح والا لا نعرف انت صح لا ولا ممكن مش حافظ الاغنيه. اي كمان حتى اسم الفنان شو كانت الكلمة اصلا يتزربن. ايوه بس حاسه ان هي كلمه ما تتقالش بصراحه. ليه ما انا بقولها ليه ازاي ليه يعني نحسها كانها بالتونسي كانها كلمه عيب. لا فرانشمون خلي بالك عشان اعطيني اخذ المره اللي فاتت. لا استنى كانت بتتريق ولو سهله وحقوم واسيب الفيديو. انسان مش كويس مش عارفه علاش لعبه طلعوا انسان مش كويس. كل شويه تقولي انسان مش كويس. ايش عرفك انه انسان؟ والله ممكن يبقى انسان كويس مستعجل. لا خدت بالكم عشان اقول لك انا مش فاضي قالت لك انسان مستعجل. ها عارف بتفكر ازاي. ها اعطيني في سياق جمله. انا المره اللي فاتت عطيتك في سياق جمل. نقص لي شويه وحتزربن عليك باش تنرفز عليا. ده بس ما عرفتهاش. بس دي عمرك ما قلتها لي. لا ما انا بقولهاش. وي صور انت جيت تدقق تقول انا حتزربن عليك دلوقتي. طلعيش زرابيني. بيبي نحسها كلمه زايده والله. انا نفسي ما اعرفش ازاي ما بستعملهاش اصلا يعني. الكلمه ال 14 سهله هذه ولا سهله اصلا سهله قوي. اكيد انت بتعرفيها من افلام اللي هي الابيض واسود. ما كانوش بيقولوها بصراحه في الابيض واسود. فاكسان معناه تحس حكايته فارغه بالضبط. ما نستحق نعمل حتى ايفار وفات ما شاء الله. دي ما تحسبهاش بس وانا بدور طلعت لي والله العظيم ما اعرفها ماشي. وما اعتقدش ان كامل افشل تحدي لهجات تشوفوا في حياتكم. ما اعتقدش ال 100 مليون نفسهم يعرفوها. قعدت انا اشوفها وشاكك اساسا اللي هي معناها غلط. مش ملبوس بالزين. مالكش بلبوز. لا امسح يا ربي ضحك. فالكلمة دي مش فاهم. اللي هي كانت بلبوز. ميم لام ب واو زين. صدقني متهيألي ملبوس. هي المفروض تبقى ملبوس بالسين مش بالزين. ملبوس يعني مثلا على بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بالزين دي لا. وكاتب لي معناها ان هو متفاجئ ومخضوض. المتفاجئة مخضوضة. لا انا نفسي اتفاجئت. انت دلوقتي ملبوس. انا ملبوسة وهم ملبوسين. لا انا عمري ما سمعتها ولا سمعت حد استعملها ولا اعتقد انها موجودة في القاموس اصلا. والله اعلم. برز والله تحدي جبرة مقدم برامج. في تونس اللي يضحك برشا يقولوا ان شاء الله خير. برضه بنقولوا يجعل الله خير ما جعله خير. الكلمة ال 15. اوكي. الكلمة ال 15 انجز. خم يعني جاية من خمني. كركب يعني كركبت ولا والله نسيتيني الكلام اللي انا قلته اصلا. اقول الكلمة تقول لي تقلبها لي هي نفس الكلمة. يعني معناه انت بتخمني. ايوه معناه انت بتضحك عليا بتخمني ماشي. انا عارف ان هيك وصلت له. بتخدعني. شكرا. كلمة 16 بطة دوبل. انا ساكت عشان ما تقولش بتشوشني وبتطلعني ومش عارف وايه. حيوان. انا ساكت. حيوان مش حيوان. هبتدي اتزربن. هتبتدي ايه؟ اتزربن. تالي في جملة هتبقى سهلة. هو الكلمات اصلا بدور انها تبقى صعبة. بطة شنو هكا؟ قنبلة باش تهبط. بطة يبطط تبطيطا. بطوطة جاية من البطانة. لا جاية من البطة. غلط اكيد غلط. بطاطي العجين. وات وهي يعني بعد الشر على اي حد دهست عربيه بططته. لطف يا ربي بطط فما العجين كده ايوه ده مستحيل باش نطلعها. لا يا خلينا ريبحة توا. لا طبعا لازم البلاد بالحق. الكلمه 17 اوكي. بطح. كيما مثلا نقولوا نحن واحد جاي في الحرب بطح عمل لك دين بطح. مش كيف لا اوف يا بطح. رمي كورة بطحها. بطحة. نحن عنا البطحة في تونس. اي
مكان واسع. لا شنو انا ساكت اهو، لو كلمت تقولي بتشوش بتبطح. عليا. هق مق. المكان الواسع ذو الخضار العالي. ليه والله بالرسم بس نحكي معك فازة. انا المره اللي فاتت ايوه نحكي لك نعطيك في جمل ما حصلش انت ساعدتيني المرة اللي والله فاتت. لا اقسم بالله. لا ده اقول لكم والله. امتى ساعدتني بحقه حقيقي. كنا عملنا برضو اختبار، يمكن الكلام ده من كام سنه لورا، اختبار برضو 5 تحدي. سنين تاني. تحدي اللهجه فعلا كانت بتساعدني لدرجه الناس كلها قالوا انت بتسهلي له بتاع، لكن حتى اخر الفيديو حتى لا والله حتى اخر لا ما سهلتليش. تقولي لي ايه كابيتاس ولا كده وايه وزرزوميه خرزوميه ولا زرزوميه. لا ما قلت لك تمشي على الحيط وقلت لي شنو على الحيطه كيف من هكا شنو شو اسمها الكلمه بطح معروفه. أيوة بطح معروفه صحيح. معروفه بطح مثلا مشى للخدمه بطح قبل ما يروح. او ممكن بطح في الخدمه عادي. قد لا تاخر. لا طرد من الشغل. لا بتحصل بعد ما بينطرد من الشغل. خذاكي ما نقولوا نحن انذار. لا هو بعد ما بينطرد من الشغل يمسك صاحب الشغل وبيبطحه. فهمتي؟ والله انا قلت لك لا ما حصلش. قلت لك نبطح كده قلت لي لا انبطح معناش يعني هدوا مولا الخدمه فشخوا بتريحه انبطح على الارض. لا انت قلتي انبطح يعني مثلا فات حرب ولا فات حاجه، او انت مثلا رحتي وقع على الارض انبطح على الارض. لكن بطح يعني عمل له جرح في راسه، بطحه في راسه، فتح راسه. فهمتي؟ عشان كده بقول لك هي بتحصل بعد ما بينطرد. اوكي. كيما المسلسل اللي نتفرجوا فيه بطحته على راسه. كلمه 18 ينقز عكش. تعرفش معناها عكش؟ انا في تونس واحد عكش مثلا نسقيه نعمل تعكش ما عادش نجم يتحرك. ده عندكم في تونس؟ صار ما مش لا مش عندنا، بس هي ممكن تركب برضو عندنا كده. اوكي. ولا انا يمكن عشان عشرتكم كتير فانا بقيت افكرها الكلمه كده، الله اعلم. اي ما ساعات تعرف يجي يقول لي نقول له الجمله ولا مثل، نقول له في تونس عندنا المثل هذا، يقول لي لا يا بنتي المثل هذا مصري يا ودي يهديك. يقول لي لا مصري. وتبدا اصلا مره سمعتك تحكي انت وساره في التليفون، قلت لها جمله بالتونسي، كلمتين يظهروا لي بالتونسي، وبعد كده جيت قلت لك على فكره قاعده تحكي مع ساره بالتونسي، قلت لي لا يا بنتي الكلمات هذوك ما نقولهم في مصر. طبيعي حتلاقيني بفصي الكلام بالفرنساوي بالمصري بالتونسي، شيء طبيعي. عكش معني عكش مسكين في بلاصته ما عادش نجم يتحرك. كيما تونس هكاك انتوكا عكش نقولوا عبد عكش. تطلعش فرحان ولا فرحان فيكي؟ ممكن. لا مش انت فرحان معنى كلمه معناها لا خالص بعيده بعد السماء على الارض يعني. مقهور عكش. لا عشان شفته الذكاء اللي هي عشان قلت لها بعيده بعد السماء فرحان فجابت لي المضاد بتاع فرحان. لا قولوا نحن خارج الصباح ماشي للخدمه انقبض عليه قريبه عاكشوا قبل ما يهرب. واو برافو عليا. برافو عليكي في انا ما قلت لك كده. برافو عليا انا. اما سامحني علاش تقول في تعمل هكا؟ ما خليني نتكلم قبل يعجبك. شفتوا البني ادم ما فيش فايده. من شويه سهلها علي، انا كنت بساعدك لما سهلتها ليه بتقول؟ خاطر انا كنت باش نقولها فوالا. بسم الله توجع. شفنا يا ميل زنم. وي ابخي شيري ابخي. حضرهم في البيت. حضرين في البيت واحنا جايين دلوقتي. كلمة 19 متسهوك. انا حاسه نفسي النهارده حتكلم في عرض الناس كتير. بعيدي عنها. بقول لك البنت دي بتتسهوك من الاخر كده. ولو راجل متسهوك مشكوك في امره بيتسهوك معايا كيما نقولوا نحن يترهدن. وبنت سوري عارفه لما سوري لا مالهاش علاقه بالبنت خالص بيها. عارفه ما مالهاش علاقه بالبنت. يقول لك البنت اللي هو ميه من تحت التبن يعني. الراجل بس البنت حاجه ثانيه. مالكيش دعوه بالبنت دلوقتي. عرفت نفس البنت بتاع بكريه ديك. ما تتكلميش في السماعات. نفسها هي اللي بتتسهوك. اللي هو اللي بيبقى مخادع. انا جاوبت جيت فصلي. اللي هو بيبقى ايه 60 اللي انا كنت بحاول اللي هو بالمصري. استنى نسي
مصري اصلا. لو عارفه بيبدا بحال اي انا فاهمه على فكره. والله انا نسيت. والله انا فاهمه انت بتساوق نعرف على الطفل كيفاش وعلى البنايه كيفاش. هما يعرفوا. انا في كلمه دلوقتي انا عايز اعرف اللي هو بيبدا بدايه وبيبقى عارفه وما يكملش. لا اللي هو مش مسؤول بيبدا بشكل وبيغير بالشكل التاني بعدين. يتمسكن لحد ما يتمكن. فهمتي؟ هي دي كنت بدور عليها. يتسهوك حاجه ثانيه. الكلمه ال20. اوكي. كركر. جاي من كراكيري. في تونس عندنا كلمة كركر يكركر، معناها نقولوا نحن يا شيخ ما كنتش عارف. كركر يكركر. كراكيري ماشي يقر في رجله، فهمتني؟ يقول لك هذاك يكركر بالرسمي. والله صحيح. كيما تونس. كيما تونس يقول لك واو. في ممكن بتتقال كده. ما هو لذة في مصر ان ممكن الكلمه تناسب اكتر من حاجه. ممكن ده عمال يكركر، عمال يضحك كركر. فهمتيني؟ بس برضو واحد ما عمال بيكركر في الحاجات اللي معاه، برضو دي حقيقه. والله يعني ما كنتش نتصور اللي كلمه كركر فما معناتها عندكم نفسها بالضبط، نفسها بالمعنى كده. او ممكن ده عمال يكركر يعني يقول لك في الشتاء عايمه، يعني عمال عمال يضحك على الفاضي. انا سمعت هذا قبل بالحق. يقول لك بيكركر على نفسه من الضحك. بالضبط. واو ما شاء الله. الكلمه 21. اوكي. لسعه. لسعه ولا لسع؟ لسعه مش لسعه. لسعه معنا خاطر نعرف لسعه، كلمه لسعه واحده مجنونه. لسعه بالضبط. برافو عليك. بالحق والله هي بتنفع في الحاجتين. لسعه واحد لسعه بحاجه او اتلسعت من حاجه. ممكن تنفع بقول لك ده انسان لسعه يعني مجنون. لسعه يعني لا مش اتجنن خلاص. في مخه معنا. اتجنن في الوقت الحالي. لسعه خلاص. الكلمة ال 22. شفتوا الفرق ما بين الفيديو بتاعها كان 10 كلمات أو حاجة، بس عشان المصري السهل شفت أنا وصلتها ل 22 كلمة. خاطر فيش مش خاطر أنت شفت برشا. مكحكح. سهلة زي مكحكح. كل كلمة تقولي سهلة. والله سهلة. بكحكح يعني بيكحكح صح؟ لا. صوتك تظلم فيا. كركب الدنيا. كركبة يعني كركب الدنيا. نجم نتكلم معاك. مكحكح مسكين محتحت على الاخر. مكحكح ما عنده حتى فرنك. مكحكح. والله العظيم هي لو كانت وصلتها نص الجملة كنت هقولها صح، لكن بعد ما قالت لك ما عندوش حتى فرنك. لا ليه؟ مريض. مكحكح. الحق عجوز مكحكح يعني. فاهماني؟ مسكين مكحكح. فهمتني؟ اوكي. والله تجي اكثر اللي هي مسكين ما عندوش فلوس معناها كحكح. هو بيستنى ده راجل مكحكح عجوز كده يعني. يا رب يشفي. امين يا رب. الكلمة 23. هس معناها هس. دي هس يعني اسكتوا. يعني عندكم فرق بين الكسرة احنا بنخترع حاجات يعني. والله كل دي اختراعات من عندنا. صار مش موجودة ولا مش موجودة. انت عارفة الكلام هو عبارة عن ايه؟ لو مجموعة افراد صحيح اتفقوا على كلمة واحدة هتبقى كلمة موجودة. غادي في الفلسفة زاد قريت. انا فيلسوف كبير. يس. فلسفت عليا حتى اللي خديتني. وده نجاح مني. لازم نصفقوا له يا جماعة الفازة هذيا. الحاجة اللي تستاهل لازم الواحد يجتهد عشان ياخد. صحيح برافو. اشوفها عشان الكلام جه على بالها. يا سلام. بهس حاجة باهية ولا خايبة؟ ما اعرفش. بتهزر. لا انا عارف هقولك معناها ايه بس مش هقولك عشان بعد كده. لا والله حرام عليك. لا انت ما اجي اقول لها وحد قال لك تقول لي انا كنت هجيبها. هس استنجيبها لك. حطها لي في سياق جمل. هس معناه جامد لافي مستحيل. لا. كنت شفت بحب العب معاها. معناه سرسوب هوا. لا ما كنت اقول لك سرسوب خلاص. خلي بالك كلمه سرسوب جات لي بس انا عارفه انها هتعرفها. ما نعرف هذا سرسوب شنو. ماهيش ماكله. ايوه ماهيش ماكله. لا. جماد ولا حيوان. جماد ولا حيوان. ولا حيوان. جماد يعني. انت قلت لي الجماد قلت لك ولا حيوان يعني لا جماد ولا حيوان. شنو ماله في غبره مثلا. غبره في الهواء. لا. تو لا جماد لا حيوان. انسان.
انسان هس. هس يا مقويني يا ربي. انا نفسي افهم حاجه واحده بس، اشمعنى لما جبتي انسان عرفتي ليه ربطتيها مع لقد بالرسمي. ايوه بارك الله عليك. من ايوه الاخر بس ليه ربطتيها بالانسان يعني؟ على خاطر تحس اغزى لا جماد لا حيوان ايوه ما ينجم يكون كان انسان، والانسان هس تحسه هس فهمت. الكلمه الاخيره، تعلمنا كلمه جديده. الكلمه الاخيره 24. الاخرى هذه متاكد مش هتعرفيها، ما انا عايز أوكي. لازم اقفل عشان احفظ يعني شويه. اوكي كرمتك. الانتصار. كلمه ال 24 اوكي ان شاء الله والاخيره الاخيره ان شاء الله مش هتعرفها باذن الله، مش هتعرفها. اوكي وهي مانيفستو. نعرف على فكره نعرف. ما تعرفهاش. نعرف ما تعرفهاش. وكين اثبت لك اللي انا نعرف. ما تعرفهاش. وكين اثبت لك اللي انا نعرف. وأنا وين بقولك هكا حتى بتعرفها. ساق على ساق ونقول ايوه نعرف. معناها ايه؟ سمعت ديجا في الفيلم يقول مانيفستو يا مانيفستو. يا مانيفستو هو بني ادم صار مش بني ادم في الفيلم تاع الامام واعرفها او انا يظل. حتى رجلي على رجلي وعمل بالثقه دي. لا فكر في الفيلم يعيط له. عجبني. يظهرلي نوع من حلويات مانيفستو. ليه؟ لا اما نتفكر فما في فيلم يظهرلي متاع عادل امام يقول له يا مانيفستو مانيفستو. والله بنت على حسب ما اتذكر الكلمه دي كان بتتعمل مينيت يظهرلي لا لا في لا التسعينات بليتو خاطر انا كنت ايوه معناها ايه يعني؟ نجيب لك تاريخها. استنى. يشبهني بحاجة. يظهر لي اسمها هذيك متاع المجانين، مستشفى المجانين مانيفستو. ليه ما هو مش تجي على اخر كلمة وانا ما نربحهاش، ما نرقدش الليلة. وأهمية آخر كلمة دايما عشان هي دي المهمة بكل ولا ليها الليل لازمة. أصلاً. ما لازم أشكر فيها عشان أنجح أنا فيها دي. جماد. طيب يا جماعة نحاول لكم تصبحوا على خير عبال ما هي تطلع الكلمة. جماد ولا حيوان؟ وأنا ليه كل ما نقول كلمة تقولي جماد حيوان إنسان؟ يا جماد يا حيوان يا انسان يا كلمة. كناية على حال. طبعا كناية. هو نص كلامنا كناية يعني. اصلا اجا نقول لك يا باش تقلي في الباهي يا نخمم باللوجيك تو، يا باش تقلي بالباهي يا بالخير. هي عند ناس باهية وعند ناس مش باهية. بون وي. انسان تلمون فكي مش نورمال يقولوا عليه مانيفستو، اما انسان هو غبي ويحاول يتفلسف يقولوا عليه مانيفستو. اش قولك قولك. انسان يعرف يطيب بارك الله عليه شاطر يقولوا عليه مانيفستو قوي. ده هو برضو في واحد تبارك الله عليه وفي واحد برضو تبارك الله عليه. ليه عاد ما تجيش اللهم برج الجوزاء هذا فاهمة. مالهم برج الجوزاء؟ ايش بيهم برج أجدع ناس برج الجوزاء. هبلوا بيعيشوك شخصيتين في وقت واحد. والله موجود انا نعيش فيها الحالة. يفيق الصباح فرحان بعد بالدرجة يقول انا مش عارفة انا متضايق ليه. هو انهي شخص فيهم؟ ساعات تتكلم في زوز. قولوا اسمع لي ركز معي اقلب على الشخص اللي خليته وسط الصباح ما ترجعليش للشخص الاخر. بذمتكم مش متنوع؟ متنوع قوي. بيعيشوا مانيفستو قوي. شخصيتين مع بعض. لما بتروحي الامتحان بروح الامتحان بكون مذاكرة قوي. ولو مش مذاكرة لو مش مذاكرة بس غريبة قوي. ما مش عارف ليه هم سموها كده. ايوه ما انت قلت لي تتقال بالباء وتتقال بالخاء، كيفاش تتقال؟ ما قلتش تتقال بالباهي. سي قلت قلت لي لك لا تتقال قلت لك بالباء. هي باهية عند ناس ومش باهية عند ناس. ما تجيش ما باهية عند اللي مش مذاكر. لا ومش باهية عند اللي مذاكر ما بيحبهاش التاني يستعملها. وصفك غلط. مش غلط. انت لو مذاكرة اي هتبقي فرحانة بان في حد بيغش وياخد نفس الدرجة بتاعتك؟ لا يبقى انت كده بالنسبة لك مش باهية. لا اوكي لكن عندي دقيقة واحدة لكن عند اللي مش مذاكر هو عايز ينجح تبقى بالنسبة له باهي. صح؟ يعني انا نظرتي لي هو مانيفستو. بالظبط عشان كده قلت لك هي عند ناس حلوة وعند ناس وحشة. اللي بيغش قصدك. مش اللي بيغش هو بيبقى مثلا واخد معاه ورق، ما واخد معاه حاجات صغيرة لففها كاتب على ايده كده حاجات. ما بيغش عنده فوسكوبي معنا. يا رب تكونوا استمتعتوا النهارده معانا. فيديو القوي اللي انا عملته لكم، الكلمات الصعبه اللي احنا ما حناش. انت ما قلتش لي انا ربحت على فكره معنا. ده هي من غير ما اقول يا حبيبي، ده هي كل الناس عارفه ان انت ربحتي، ولو حتى انت ما كسبتيش انا اقدر اقول انت ما كسبتيش. لا طبعا انا عايز انام واتعشى. يا رب تكون الحلقه عجبتكم.
وكانت خفيفه عليكم وهكا وعجبتكم وكل. كي انتم تتابعوا فينا من جديد ما تنسوش تدخلوا تفرجوا على الحلقات الاخرين. عملنا ديجا حلقه نتاع تحدي اللهجه التونسيه. عملوا لنا جيم، عملوا لنا كومنتير، عملوا تشير للفيديو هذايا، وما بقى كان باش نقول لكم باي.